مما قرأت لك برنامج ثقافي أعده باقة من كتاب السوشيال ميديا، سواء كأشخاص أو منتديات، منهم مجهول الاسم أو ناقل لحدث ما وتاريخ. يهتم البرنامج بفكرة هامة، وهي الإعلان عن هوية ما يقدم للمستمع تحت عنوان مما قرأت لك. نيفرتيتي عن قرب. هناك دراسة علمية تكشف السبب في كون التمثال النصفي للملكة المصرية نفرتيتي هو العمل الفني الأشهر في تاريخ الحضارة الإنسانية، والرمز الخالد الساحر للفن والجمال على مر العصور. فبعد إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للقطعة الفنية الأشهر بهدف اختبار وتحليل السمات الهندسية والرياضية له، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المدهشة، خلاصتها أن هذه التحفة التي أنجزها المثال المصري تحتمس، والتي عثر عليها في معملها التي يوجد في مدينة أختتون، تمثل علامة فارقة ومرحلة تحول حاسمة في تاريخ الفن والنحت. شهدت استخدام وتجسيد متعدد للأشكال الهندسية الأساسية في النحت ثلاثي الأبعاد، إذ تبين أن التمثال النصفي المشهور يحوي مجموعة معقدة من الأشكال والنسب الهندسية مثل الدائرة وثلاثيات فيثاغورس، وهو ما يعكس إدراك ووعي تام بالهندسة المتقدمة. لذا كما يقال، فالبحث هو علامة فارقة ونقطة تحول من الهندسة البسيطة في تصميم المنحوتات ثلاثية الأبعاد إلى مرحلة هندسية متطورة في التصميم الفني والمعماري. فمن صنع هذا العمل الخالد هو النحات المصري العبقري تحتمس، قائد المدرسة الفنية في عصر أخناتون. لم يكن مجرد رائد لثورة فنية سار عليها الإغريق بعد عصره بقرون، لكنه كان عبقريا رياضيا أيضا، حيث أن فحص التمثال نسبا وجماليات وأشكال هندسية ورياضية متطورة جعلنا نسترجع عبارة مؤرخ العلم في القرن العشرين جورج سارتون أنه بلغ المصريون في الفن مكانة لم يصل إليها أحد من قبلهم، ولم يتفوق عليهم فيها من جاء بعدهم، لقد كانوا لنا أول المعلمين. المصادر: التمثال النصفي لنفرتيتي والهندسة الدنماركية، ديمتروس دندريونوس، جامعة كانساس، 20